عادة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كم الإنجازات التي يقوم بها حفاظا على هذه الأرض وإسراء لهذه الأرض مصرنا الحبيبة الغالية. طبعا يعني خليني أنا أقول كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا المتحف ليس مكان فقط لحفظ الآثار المصرية الحضارة المصرية، ولكنه يعني دي حتة مني أنا. نعم. هو بوابة زمنية بتنقلنا إلى العصور القديمة، إلى التاريخ القديم، إلى الحضارة المصرية القديمة. نحن نعيش داخل هذا المتحف وكأننا نعيش بالفعل في الفترات القديمة. حضرتك نحن نتحدث عن المتحف المصري الكبير، 117 فدان، 500 ألف متر مربع. نعم. نتحدث عن واجهة لوحدها 600 متر. ما شاء الله. بنتحدث عن ارتفاع 45 متر. بنتحدث عن بندخل المتحف المصري الكبير بنجد التمثال رمسيس الثاني الذي هو بمثابة يعني بيستقبل. نعم. كحاجة رمزية بيستقبل الناس الزوار لهذا المتحف. نعم. تمثال رمسيس الثاني كما حضرتك تعلم أنه نقل من ميدان رمسيس في 2006 دي إلى ملحمة. طبعا يعني طبعا قصة نقل التمثال في حد ذاته. نعم. موكب عظيم وكان موكب يعني وأن يعني ينقل تمثال يزن أطنان. طبعاً وأن ينقل طبعاً.